السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في نص الملعب. مبدئيا كده وقبل أي حاجة حابب أشكر كل الناس اللي كلفت نفسها إن هي تبعت لنا مسج عشان تقول لنا رأيها، ومبسوط جدا بحجم الدعم اللي وصلنا له في البداية رغم إن إحنا لسه بنقول يا هادي. قبل ما نبدأ بقى انزل اخبط لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات بعد ما تشوف الحلقة، اكتب لنا رأيك سواء سلبي أو إيجابي أو حتى ابعت لنا مسج، لأن كل ده بالنسبة لنا حاجة مفيدة جدا. يلا بينا. هو كولر مدرب تعبان؟ طب هو مدرب كويس؟ خطير يعني اخطر من موسيماني؟ ولا حاجه في منتهى اللاسارتي يعني؟ بص هخليك انت اللي تجاوب مش انا. مبدئيا كده قبل اي حاجه، كولر ده لعب مع الاهلي 24 مباراه، كسب 18 ماتش، اتغلب في اتنين بس، واحد من بطل امريكا الجنوبيه وواحد من بطل اوروبا، وتعادل في 4 ماتشات. وصل لنص نهائي كاس العالم للانديه، وصل لنهائي كاس مصر، متصدر الدوري بفرق الاهداف رغم انه لاعب 3 ماتشات اقل من كل الفرق اللي وراه. والاهم من كل ده ان هو في الغالب الاداء جميل، في الاغلبيه العظمى بكل الماتشات دي اداء الاهلي ممتع وانت مبسوط وانت بتتفرج وحاسس بشخصيه الفريق في الملعب. والاداء ده مستمر رغم ان هو لعب مع كل المستويات، من اول الفرق المحليه في الدوري المحلي وكاس مصر لغايه كاس العالم للانديه وحتى دوري ابطال افريقيا لما راح لاعب الاتحاد المنستيري في تونس. في الاول كده لازم تفهم ان المدربين مجموعه من المدارس. في مدرسة بتميل للاستحواذ والضغط العالي، وأشهر حد في المدرسة دي هو جوارديولا، وحد كان بيدربنا زي فايلر، وبرضه جوزيه كان بيميل لنفس المدرسة دي. عيوب المدرسة دي إن هي زي ما هي بتميل للاستحواذ وبتحاول تفرض شخصيتها، فهو برضه فيها عدم مرونة شوية لأنه ما بيدافعش بكومباكت غير لما بيبقى مضطر. وفي مدرسة تانية بتميل للدفاع مهما حصل ومهما كان الفريق الخصم ضعيف أو قوي أو وأشهرهم طبعا كوبر اللي كرهنا في الكورة كلها. وفي بقى في النص مدرسة جميلة قوي، مدرسة المرونة والتكتيك، اللي هي مدرسة الثعالب الثانوية بنين، واللي كان مديرها في أفريقيا موسيماني، واللي اشتراها كلها كده من بابها كولر دلوقتي. وده بقى اللي احنا هنتكلم عنه. والمدرسة دي بتمتاز بالمرونة التكتيكية، يعني مثلا ما عندوش اي مشكلة ان هو يلعب النهاردة قدام خصم زي اوكلاند سيتي ويضغط بتمانية لعيبة من قدام وعشان يخطف الكورة ويستخلصها ويجيب هدف. بعدها بيومين يقدر يعمل دفاع كومباكت ويقابل من نص ملعبه لما يلاقي الخصم اللي قدامه بيسيب مساحات في ظهره زي سياتل. مرونته التكتيكية دي مش جاية ابدا من قوة او ضعف الخصم، الموضوع كله ببساطة ان هو بيذاكر الخصوم كويس جدا، وده بقى اللي انا محتاجك تشوفه معايا. دي مثلا لقطة من اخر هدف دخل في مرمى سياتل في الدوري الامريكي، وكان اختراق من العمق، وصل للاطراف وكانوا هما ضاغطين عالي فالكرة اتقطعت ورجعت عليهم. وده نفس تقريبا الهدف اللي جه قفشه ده، حتى بالصدفة كمان الكرة راحت شاطت الاول بعدين رجعت تاني، وبرضه في هدف قفشه الكرة اتشاطت ورجعت تاني. ودي مثلا دي لقطة لهدف من اهداف فيا ريال في مرمى ريال مدريد، والكرة كانت من العمق اتلعبت للمهاجم وبعدين راحت ناحية الجزء الشمال. ودي تقريبا نفس اللقطة بالظبط بتاعة الاختراق من العمق بتاع راس الحربة والتحرك في ظهر المدافعين واتلعبت له. تفتكر مين؟ بالظبط لقطة محمد شريف واحمد عبد القادر قدام ريال مدريد. هي الكرة ضاعت في الاخر، بس التكتيك اللي اتعمل هو اللي وصل الكرة دي انها تبقى انفراد. ودي لقطة هدف اتلتيكو مدريد في مرمى ريال مدريد، وبرده كان اختراق من ناحية الشمال والكرة اتلعبت بالعرض ارضية. ودي تقريبا شبيهة قوي بكورة محمد هاني مع محمد شريف واللي برضه ضاعت. لو ركزت بقى اخر 4 اهداف دخلوا في مرمى ريال مدريد قبل ما يجي يلاعب الاهلي، هتلاقي ان فيهم 3 اهداف من ناحية الشمال. بالتالي دي ثغرة هو ذاكرها كويس قوي ولعب عليها، لدرجة ان انت تقريبا طول الماتش كان مايل ناحية حسين الشحات. طول الماتش كل الناس عارفة ان حسين الشحات هو نجم المباراة لغاية لما خرج في الدقيقة 74. لو خدت بالك بقى مش ده الطبيعي اصلا، الاهلي مش بيهاجم بالكثافة دي من ناحية اليمين من ناحية محمد هاني، بل بالعكس كل الناس عارفة ان اجمد جبهة في الاهلي واللي بيهاجم منها باستمرار هي جبهة علي معلول. لكن هو في الماتش ده عمل العكس تماما، وده لانه ذاكر الخصم كويس قوي ولعب على المساحة اللي في ظهره. دي المساحة اللي في ظهر فينيسيوس لما بيهاجم، فبالتالي طير
محمد هاني مع حسين الشحات اللي لعب على المكان الفاضي في ظهر فينيسيوس وخلق اكتر من فرصة. وكانت النتيجة 15 تسديدة على مرمى ريال مدريد، منهم ست فرص محققة ومنهم اهداف اكيدة، وبرضه ما قدرناش نسجل غير هدف واحد بس في الاخر. اللي حصل بقى قدام فلامينجو نفس الطريقة ونفس الكلام بالظبط. ذاكر اكتشف ثغرات، 16 تسديدة على مرمى فلامينجو منهم 6 فرص شبه محققة وضربة جزاء وهدفين بس اللي اتسجلوا. قيس على ذلك بقى طول الدوري وطول الماتشات اللي فاتت دي كان بيذاكر الخصوم كويس جدا، ونفس الطريقه اللي لعب بيها قدام ريال مدريد هي نفس الطريقه اللي لعب بيها قدام بيراميدز. فده اكبر دليل ان انا بقول لك ان هو مش بيعتمد قوه الخصم زي ما بيعتمد طريقه لعب الخصم ايه. طيب هو كده عمل اللي عليه؟ هو ذاكر كويس قوي كل الخصوم، بيقدر يوصل فريقه لقدام، الفريق كله بيروح على الجون، الفريق كله بيضيع، حتى لما بيبقى وحش احيانا بيعرف يكسب وهو وحش. وخليني برضه افكرك ان انا قلت لك قبل كده ان اللي بيكسب الدوري مثلا المحلي هو الفريق اللي بيعرف يكسب وهو وحش، مش لازم يكسب وهو دايما حلو. فمثلا ماتش زي فاركو في برج العرب كسبناه بفرق هدف في بلس 90، وده بكل بساطه ان هو مركز ولعب على ادق التفاصيل. هو ده كولر، هو ده اللي انا عايز اقول لك عنه. امال احنا خسرنا ازاي من ريال مدريد لما احنا كنا جامدين قوي كده وكولر عامل اللي عليه؟ راجع الاهداف، 4 الاهداف اللي دخلوا فينا، الهدف الاول والهدف الرابع باص مباشر اسيست مننا للخصم. الهدف الثالث اللي شكله جميل وعجبك ده كان سوء تمركز من محمد عبد المنعم اللي راح جري ورا اللي معاه الكوره وساب رودريجو ياخد المساحه اللي في ظهره جوه منطقه الجزاء. الهدف الثاني بقى كان سوء رقابه من متولي اللي ساب رودريجو في العمق واتطرف على الطرف بدون اي سبب. وحتى بعد ما رودريجو استلم وشاط والشناوي صدها، معلول وقف وما تابعش، واللي تابع هو فالفيردي اللي كان متاخر عنه ب4 5 خطوات كمان. قول لي انت بقى المدرب يعمل ايه؟ حتى لو المدرب هو اللي نازل يدافع، يعني هو برضه اللي هيخلص ويجيب جوان. طب الفرص اللي انت بتضيعها دي قفشه واقف قدام الجون بيحطها رغم انه كان عنده اكتر من 50 حل. قفشه قرر انه يحط فيها وش رجله، واي واحد بيلعب خماسي حتى عارف انك لو حطيت فيها وش رجلك هنا هتعلى، يا اما تحطها ببطن رجلك في القريبه، يا اما يا عم تفتكر السيد حمدي في ماتش هيروشيما لما هوش وحطها، لما عمل نفسه انه يشوطها في القريبه وشاطها الناحيه التانيه خالص في الزاويه البعيده الفاضيه على الارض بمنتهى البساطه وبمنتهى الاريحيه. الفرصه دي بتعصبني، وفرصه محمد شريف برضو في ماتش فلامينجو بتعصبني، فانا مش عايز اتكلم في الموضوع ده. انا عايز بس اقول لك ان هو كان بيخلق كميه فرص كبيره جدا واللعيبه بتضيع، كان بيوقف اللعيبه كويس جدا في الدفاع بس اللعيبه هي اللي بتباصي الكره للخصم. نفس سيناريو ماتش ريال مدريد هو نفس السيناريو اللي حصل بس بالظبط في ماتش فلامينجو، برضو انت بتروح وبتضيع وبتغلط وبتبوظ الكره للخصم وهو اللي بيسجل. 4 اهداف انت ما تعرفش دخلوا ازاي، ال4 اهداف ضربتين جزاء منهم واحده علي معلول هديه للخصم، وضربة الجزاء التانية عدم تركيز من هاني بس برضه فيها سوء حظ كبير جدا. الهدف والهدفين التانيين واحدة ديانج بصاها للخصم، واحدة الشناوي قرر انه هو اللي يبصيها للخصم المرة دي. جاوب انت بقى، المدرب يعمل ايه؟ هتقولي طب يا عم ما هو المدرب هو اللي مختار اللعيبه دي. هقولك بكل بساطه كده، هو هيختار مين تاني؟ ما هو محمد شريف بيضيع، ولما بيركنه بينزل بيرسي تاو بيضيع، اللي على الدكه بيضيع والاساسي بيضيع، واللي جوه الملعب بيغلط وبيباصي للخصم، واللي على الدكه برضه بيباصي للخصم. اللعيبه اللي عندك كواليتي كويس بس مش هي افضل نوعيه موجوده. وعلى فكره كل اللعيبه اللي في العالم بتغلط، بس الاخطاء دي بتدارى لما بتكسب. يعني انت لو كان عندك مثلا مهاجم سوبر يقدر يترجم نص، يعني زي ماريجا مثلا، يترجم نص الفرصه لهدف. احنا لو كان عندنا مهاجم عادي يسجل الفرصه الاكيده هدف، كنا صدقني هنجيب عدد كويس من الاهداف في مرمى ريال مدريد وفي مرمى فلامينجو عادي جدا وممكن نكسب كمان. طيب كولر ملاك كده يعني ولا عنده عيوب؟ ما هو كل المدربين عندها عيوب. يعني مثلا عندك بيتسو موسوماني كان بيحب ويكره، مشى لعيب زي اليو بادجي اللي ما جاش تقريبا راس حربة زيه من فتره كبيره جدا، وكان هيبطل كهربا. حتى جوزيه كان عنده مشاكل مع حسام غالي ومشى موهبه كبيره مثلا زي امير سعيود، وحسين ياسر المحمدي ما خدش فرصه معاه. وفي يعني مش كل اللعيبه بتعرف تاخد معاه فرصه، لعيبه موهوبين كتير. طيب ايه عيوب كولر بقى؟ اول عيب واهم عيب في كولر هو التاخر في التغييرات. يعني مثلا في ماتش فلامينجو احنا مطرود مننا باك رايت، وعشان ينزل الباك رايت التاني اخد 3 دقايق. ده انا في البلاي ستيشن اول ما حد بيطرد مني بدوس ستارت على طول، هو استنى 3 توقفات، الكره طلعت 3 مرات من الملعب عشان خاطر
يبدا يغير. يعني مثلا كان ليه حسين الشحات ينزل في الدقيقه 89 هو وديانج لو انت شايف ان في مشكله في الملعب. معاك ان حسين الشحات كان مستنفذ بدنيا تماما في ماتش ريال مدريد، وده اصلا كان سبب خروجه اللي الناس كلها كانت متضايقه عليه، بس حتى لو مستنفذ بدنيا ربع ساعه كانت هتبقى كويسه. تقريبا في اغلب ماتشات كولر ما كانش بيغير حتى اي تغيير قبل الدقيقه 60، رغم ان مثلا كان في لعيبه بتبقى غير موفقه من بدايه المباراه. والموقف ده اتكرر اكتر من مره في طول الدوري وطول الماتشات، ان هو كان بيتاخر كتير جدا في التغييرات. لكن على الجنب التاني برضه عنده ميزه قويه جدا في نفس الطريقه دي، ان هو بيدور كتير جدا بين اللعيبه، والتدوير ده بينتج عنه ان اللعيبه تقريبا بتاكل في نفسها، لان محدش عارف مين الاساسي ومين الاحتياطي. وفي نفس الوقت اللي ما بيسجلش او ما بيأديش دوره على اكمل وجه بكل بساطه بيقدر يركنه وينزل اي حد تاني، حتى لو هو عارف ان اللي بره ده ممكن يكون على نفس المستوى بالظبط، بس بيحاول يحفز الاثنين وبيحاول يعمل ما بينهم تدوير، لان تلاحم الماتشات ممكن يعمل اصابات كتير، ودي ميزه كبيره جدا في ان المدرب فاهم. في النهايه هو لسه في ماتشات كتير ولسه الموسم كبير، مش عارفين هيعمل ايه في تلاحم البطولات، مش عارفين هيعمل ايه في لو حصل لا قدر الله اصابات، بس هو اتصرف قبل كده كذا مره في الموضوع ده. فمن الاخر يعني هو ليه عيوب وليه مميزات، كل المدربين ليهم عيوب وليهم مميزات، بس اللي انا شايفه حتى الان انه عارف يستغل مميزاته كويس جدا، وعارف يقلل من عيوبه قدر المستطاع. هيبدأ ان شاء الله مشواره في دوري ابطال افريقيا في مرحله المجموعات، وانت عارف طبعا ان دي اهم بطوله عند جمهور الاهلي، ان شاء الله تكمل على خير. اللي انا عايزه منك بقى ان انت تقولي رايك في كولر من وجهة نظرك انت، وعايزك برضو تقولي رأيك في الحلقة دي، هل هي مفيدة ليك ولا لأ، توقعاتك لماتش الأهلي والهلال، والسلام عليكم.